ويا اهلا بيكم، معاكم رانيا موسى وحلقه جديده وحكايه ورا الروايه. والنهارده معانا الدامه لمحمد صادق المشهور جدا جدا جدا. بيحكي عن هيا مذيعه الراديو. الحياه المفروض ان هي جميله جدا. هيا بتقدم برنامج في احدى الاذاعات، لكن بترفض ان هي تطلع لا على بوستر، ولما بيتعرض عليها شغل في اي قناه تلفزيونيه بترفض تماما، مش عايزه حد يعرفها ولا يشوفها لانها عندها سر خطير هنعرفه مع بعض. هيا وهي صغيرة اتعرضت للتحرش من العم، ولما كانت بتحكي لباباها ما كانش بيصدقها، والأم بتقف ضدها تماما وتقول لجوزها البنت دي مريضة بالأوهام، اوعى تصدقها. فكانت النتيجة ان هو بيربط هيا في السرير وبيعذبها، وابتدت تحصل لها عقدة من الرجالة. فلما كبرت شوية الأب اختفى من الحياة تماما. هي كانت عارفة ايه السبب، بس مخبية جواها وساكتة. علاقتها بالأم مش طبيعية ومش كويسة جدا، وده بسبب ان الأم كانت بتخون الأب مع العم، وده غالبا اللي حصل فخلاها ان هي تعمل كده مع بنتها، وخلى الأب يختفي من الحياة. بس تدخل الكلية اللي هي عايزاها. علاقتها بأخوها سيئة، أخ أصغر، وعلاقة سلبية جدا. هو الأخ أصلا سلبي والأم بتفضله عليها جدا جدا. بس بتتخرج من الكلية وبتشتغل في إحدى المحطات الإذاعية اللي هي كانت بتتمنى إن هي تشتغل فيها، وبترتبط بشخص بتحبه وبتتجوزه. بس برضو مع الأسف هتطلع علاقة سامة وهتطلع خسرانة منها، ومعاها طفلة وحيدة. ترجع تعيش مع الأم والأخ في حياة مريرة جدا. فبتقرر ان هي تنتقم من الرجالة وتعمل صفحة اسمها عزيزي. طبعا مش كانت عايزة حد يشوفها ولا يعرف شكلها، بسبب ان هي عايشة حياة دامة. بالنسبة لها ملكة الشطرنج اللي بتعرف تعمل كل حاجة. بتعمل صفحة عزيزي وبتقول للستات اللي عندها مشكلة او في حد ضايقها والقانون ما جابلهاش حقها، انا دامة انا هجيب حقها. فعلا الناس بتبعت لها وبيجيب حق ستات كتيرة جدا. بس في يوم بقى بيبعت لها دكتور صفي وبيقول لها هو انت فاكره ان انت كده شاطره ولا كسبانه؟ لا، ده انت خسرانه على فكره. انت خسرانه لان الكسبان لازم يكون في معركه الناس عارفه ان هم في معركه، لكن انت بتحاربي خصم هو مش عارف ان هو داخل معركه، يبقى انت مش كسبانه ولا حاجه. فبتتضايق جدا منه. رغم كده بيبعت لها على البرايفت وبيقول لها على فكره انا ممكن اساعدك. طبعا ما بترضاش، وبيبعت لها رجاله كتير يهزقوها يشتموها، وهي مستمره وناسيه خالص ان بنتها موجوده في حياتها، لدرجه انها ما تعرفش بنتها عندها كام سنه، ونسيت ان هي عانت من بعد امها عنها. بس في يوم بيحصل ان في واحده ست هتقول لها انا ابني طليقي خطفه ومش عارفه مكانه، هتجنن. هتقول لها طب انا هساعدك، ابعتي لي بياناته. بتبعت له وبتحاول تتودد ليه وتعرفه، وفعلا بياخدها في يوم يقعدوا في كافيه، وبعدين بيكونوا رايحين بيته. بتفرح جدا انها خلاص هتعرف مكان الطفل فين. بدل ما تبعت اللوكيشن للست بتغلط وتبعته للصفي، الا لما بيصدق وبيروح ينقذها، لان هيبتدي طليق الست ده انه يتحرش بهاية. بتقول له انت جيت ازاي؟ هو انا كلمتك؟ هيقول لها ما انت بعتي لي اللوكيشن ما بعتيهوش للست. فبتروح بعتة للست بسرعه، وفعلا بتيجي الست ومعاها الشرطه وبيجيبوا الولد من البيت، وبتاخد ابنها، وبتقوم علاقه عاطفيه حلوه جدا وبيصالحها على الدنيا من تاني. وفعلا بتتبسط جدا. بس في يوم واحده هتيجي تقول لها على فكره انا عايزك تنتقمي من حد. تقول لها انتقم من مين؟ قولي لي الحكايه. هتقول لها من دكتور صفي، دكتور النفسي اللي بيخلي المرضى بتوعه ينتحروا. لها صفي انت متاكده من الكلام ده؟ قالت لها روحي شوفي المحكمه بتنظر في القضيه لسه. بتتصدم طبعا جدا. بقى حبيبي انا هو مريض نفسي؟ هو مذنب؟ ازاي؟ بتواجهه ما بينكرش. هيقول لها في رهان ما بين، ايه رايك لو انا فعلا مذنب هروح اسلم نفسي، لكن لو انت ظلماني رغم الحب اللي جوايا وجواكي خلاص تنتحري زي البنات اللي انتحرت دي. بتوافق. بس قبل ما يعملوا الرهان ده او ينفذوا الخطه بيحصل حاجه مش لطيفه خالص، وهي بتنتقم من احدى الرجال. بيحصل ان هي جيلها حالة هياج عصبي من المنظر ومن القسوة اللي شافتها، وبتضرب في راجل وست، وبتتصور وبتنزل على النت هي وصفية. طبعا بتتفضح والناس بتعرف ان هي دامة دي هي مذيعة الراديو المعروفة، وبتتفصل من شغلها.
بس هيظهر الأب فجأة وهيدافع عن بنته دفاع مستميت، وهيحاول يصالحها على الدنيا هو كمان من تاني، بس المرة دي بجد. وبتكتشف ان صفي ده دكتور نفسي فعلا، اتعرض ان بنته اتعرضت لحاجة وحشة جدا، اغتصبت وهي طالبة في الثانوي، ومعرفش يعالجها وبنته انتحرت. فبالمقابل ما قدرش ان هو يعالج البنات اللي كانت بتجيله العيادة وانتحروا، لكن هو ما كانش قاصد ابدا ان هم ينتحروا. وبتكتشف ان الاب لما فاق وابتدى ان هو يدور عليها، بعت لها صفية علشان يعالجها، لانه عارف ان هي اتظلمت وان هي عندها عقدة كبيرة جدا من وهي صغيرة، رغم ان بنتها كانت بعيدة عنها وكانت الاب ابتدى ياخدها منها بعد الفضيحة اللي حصلت دي. بتسترجع بنتها مرة تانية، والنهاية مرضية جدا لجميع الاطراف. يا رب تكون الحكاية عجبتكم. تحياتي.